اهلا بيك يا صديقي الجميل في حلقة جديدة من قناة ايطاليانو فاتشلمنتي. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشرفني بعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا بروم واهلا بيك في حلقة النهاردة. يلا بينا نبدأ على طول في درس بتاع النهاردة هنتعرف مع بعض يا شباب على الفيربو فاري. الفيربو فاري يا شباب هو من الافعال المهمة جدا في اللغة الايطالية اللي بتحير ناس كتير. النهاردة هنفك اللغز وهنوضح ايه هو الفيربو فاري ببساطة وازاي بنصرفه في المضارع، وهناخد عليه امثلة كتير علشان يثبت في دماغك. يلا بينا نبدأ عشان ما نضيعش وقتك. ايه اصلا معنى الفيربو فاري؟ الفيربو فاري يا شباب ليه اكتر من معنى على حسب موقعه في الجملة. يعني بمعنى هديك كذا مثال عشان تفهمني. لو قلت لك مثلا loro fanno un buon lavoro، هما بيعملوا عمل جيد، فهو هنا جيب معنى ان هما بيقوموا بعمل جيد. او هديك مثال تاني، هقول لك مثلا فاري الميديكو. فاري الميديكو يعني هو بيشتغل دكتور، فهو جيب معنى يعمل او يشتغل. هقول لك مثلا فاتشو الكافيه. فاتشو الكافيه هنا جيب معنى انا هعمل فاتشو الكافيه يعني بجهز القهوة، فهنا جيب معنى يجهز او يقوم بعمل شيء معين. اخر مثل معانا هو اقول لك مثلا مي فاي باورا. مي فاي باورا يعني انت بتخوفني، فاذا هو جيب معنى انت بتتسبب فيه، يعني انت بتخوفني، انت سبب في خوفي. اوكي، فمعنى فارق ملوش معنى ثابت لكن بيتغير على حسب موقعه في الجملة. وبس كده، يلا بينا نتعلم تصريف الفيربو فاري في المضارع البسيط. تصريف الفيربو فاري يا شباب رغم انه فعل من الافعال اللي بتنتهي بآري الا انه فعل شاذ. تصريفه غير التصريف او غير القاعدة اللي بنصرف بيها اي فعل بينتهي بآري. تصريفه سهل، لازم تحفظه زي ما هو كده عشان هنستخدمه كتير في اللغة الإيطالية. يلا بينا نصرف الفيربو فاري، ولازم تحفظ التصريف ده كويس جدا قبل ما تستخدم الفيربو ده. لو عايز تقول أنا بعمل الشيء ده أو أنا بقوم به، تقول io faccio. io faccio. tu fai. tu fai. lui o lei هو أو هي fa. lui o lei fa. noi facciamo. noi facciamo. نحن facciamo. facciamo. voi fate. voi fate. loro fanno. loro fanno. انا بتكلم بالراحة عشان تتعلم النطق صح، فهنعيد بسرعة. io faccio, tu fai, lui o lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. وبس كده. يلا بينا نتعلم تعبيرات مهمة عن الفيربو فاري بنستخدمها كتير جدا في اللغة الإيطالية. أول تعبير معانا هتسمعه كتير في إيطاليا هو مثلا فاري تاردي. فاري تاردي يعني متأخر. ناخد مثال، هقول مثلا mi dispiace ho fatto tardi. mi dispiace ho fatto tardi. mi dispiace يعني أنا آسف، ho fatto tardi يعني اتأخرت. mi dispiace ho fatto tardi أنا آسف اتأخرت. أو مثلا تعبير تاني زي مثلا fare presto. fare presto. fare presto يعني بسرعة. أو اسرع. هقول لك مثلا dobbiamo fare presto, il treno sta per partire. dobbiamo يجب أن fare presto نسرع il treno القطر sta per partire هيتحرك. تالت تعبير معانا هو لو أنا مثلا عايز أقول لك اشتغل على مهلك، احنا مش مستعجلين. يعني مثلا fare con calma. fare con calma مثال هقول لك fai con calma non c'è fretta. fai con calma non c'è fretta. fretta يعني استعجال. fai con calma يعني اشتغل على مهلك. non c'è fretta احنا مش مستعجلين، او على مهلك احنا مش مستعجلين. تعبير تاني مثلا لو انت عملت حاجة وانا عايز اهنيك على ده، اقولك انت قمت بعمل جيد. فانا مثلا ناخد مثال، هقولك التعبير ده بيقول بين فاتو. ناخد مثال
Hai finito tutto? Ben fatto. Hai finito tutto? Ben fatto. انت خلصت كل حاجة. ben fatto. عمل جيد او عمل رائع. تعبير تاني fare una domanda. fare una domanda يعني يسأل سؤال. ناخد مثال. هتقول posso fare una domanda. posso fare una domanda. ممكن أسأل سؤال. posso fare una domanda. تعبير تالي fare la spesa. fare la spesa. fare la spesa. spesa اللي هي الطلبات او الحاجات بتاعت البيت اللي بنشتريها من السوبر ماركت. لما تروح السوبر ماركت تشتري حاجات فتقول fare la spesa. طيب ناخد مثال. هقول لك domani faccio la spesa al supermercato. domani faccio la spesa al supermercato. انا بكره هعمل سبيزا من السوبر ماركت. انا بكره هروح اشتري طلبات للبيت من السوبر ماركت. اخر تعبير معانا هو fare una passeggiata. fare una passeggiata. passeggiata يعني يخرج او يطلع بره البيت. هديك مثال مثلا هقول لك la sera faccio una passeggiata nel parco. la sera faccio una passeggiata nel parco. النهاردة او في هذا المساء انا هطلع اتمشى شوية في الحديقة. وبس كده. نعمل مراجعة سريعة على الفيربو فاري وبعدين ننهي الحلقة بتاعتنا. احنا قلنا التصريفات بتاعت الفيربو فاري. نعيد عليها تاني. io faccio, tu fai, lui o lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. وبس كده يا شباب. لو عجبتك الحلقة بتاعت النهاردة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.